مولانا قمر العشيرة، يقول له: قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. هسه والله قتل الأيدي معروف، ولكن كيف قتل الألسن؟ وهل يكون خطر؟ أيهما أخطر، قتل الأيدي لو قتل الألسن؟ وشنو معنى قتل الألسن؟ هسه قبل لا أتوغل في البحث خليني أقدم فد مقدمة، وهي طبعا أنا قبل لا أبتدئ، احنا عندنا أحد خدام الإمام الحسين عليه السلام ألا وهو الشيخ علي، الله يحفظه إن شاء الله، ادعوا له في الشفاء، جزاكم الله خير الجزاء. هؤلاء من رواد المجلس، احنا نفتخر بهؤلاء أنه مريض ويجي إلى المجلس. أكو ناس كل شيء ما بيها وما تجي للمجلس. فهذا أنا لما أشوف إنسان مريض مكسور كذا بيفت شغله وجاي للمجلس، هذا شنو؟ هذا حب أوصله إلى ديار الحسين. لما يكون عندهم حب ما يوصل إلى المجلس، ولا يقدر يشوف المجلس يسمع المجلس بطريقة أخرى. أسأل الله له الشفاء العاجل إن شاء الله بحق محمد وآله، وأن يطيل في عمر والده بحق محمد وآله محمد. الإمام الحسين في كربلاء أصيب بجراحات روحية وجراحات جسدية، نفسها قتل الأيدي وقتل الألسن. طبعا قتل الجراحات الروحية تكون أعظم، هي عظيمة، اثنيناتهم عظيمات، ولكن هذه أعظم. شلون يعني؟ أنا أتحدث عن الحسين ما أتحدث عنك أنت، شنو اللي يألمك؟ لا، أنا أتحدث عن آلام الحسين الروحية والجسدية. جسدية عرفناها، الآن راح يجينا الكلام عن الجسدية. سامحوني عن اللي لما أجي، سامحوني راح أقرأ لكم روايات فسامحوني يعني، بس هو هذا المجلس هو استقبال لمحرم شهر الدمعة، فسامحوني على اللي أنا الآن راح أشرح لك كيف بدأ هاي الرواية اللي قرأت لك إياها البارحة، أن الإمام الصادق يقول قتل جدي، الإمام الباقر يقول قتل، وفي رواية عن مولاي زين العابدين عليه السلام يقول قتل جدي الحسين عليه السلام صبر ثم أردف، يقول بأبي وأمي قتلوه بالسيف وقتلوه بالرماح، أو قتلوه بالسنان وقتلوه بالرماح. طبعا قتل السنان قبل الرماح، سنان ثم رماح. هسه راح يجي الكلام، هاي دقيقة، فالشيء دقيق جدا، هاي الرواية جدا دقيقة. ثم يقول وقتلوه بالخشب وقتلوه بالعصي. لذلك هو الإمام قتل صبرا، أنه الإمام أخذ نزف الدم ما خلوا يموت براحته، بل جاءوا إليه وقتلوا خلصوا عليه بها الطريقة. يا أبا عبد الله، اللي يقرأ بحار الأنوار ويقرأ يعني الروايات إخواني ينتهي نفسيته بعد ما يصير عنده طاقة، أنه يعني حقيقة. أكو فد كلام قريته أنا ما راح أذكر على المنبر، أخاف أنه نوعية الشتائم التي شتموا بها الحسين، يعني ما أقدر أنا على المنبر، أخاف من الزهراء، ما أقدر، صعب. هاي كلها آلام جسدية، آلام روحية، أنه آذوا الحسين، أنه في بعض الروايات تشمتوا به. هذا ألم روحي، ألم روحي أقصد به ألم قلبي، يعني أذى الحسين سلام الله عليه، أذوا الحسين عن طريقة ثانية، مو بطريقة ذبحة أو بطريقة ضربة بسيف أو بسنان، لا، أذوا بطريقة ثانية، مو بالأيدي، بالألسن. الإمام سلام الله عليه آذوه، تشمتوا به، بعد شتموه. هذا سنان لعنة الله عليه في الرواية وبخ الحسين. اسمع، بعد فقط شتموا أباه. هاي كله ألم للحسين عليه السلام. الحسين جاي يتألم لما يسمع شتم أبو أمير المؤمنين سلام الله. أقول لك الثالثة بعد شتموا أمه فاطمة.
شوفوا اخواني، احنا عندنا في الشريعة وفي العقيدة الذي يسب معصوم لازم شنو؟ حده شنو؟ القتل. اللي يسب للنبي يعني الإمام، هاي لذلك الإمام يأتي بدين جديد شنو؟ يطبق هذه الأمور كلها. اللي يسب له حجة من حجج الله عليه شنو؟ حده القتل. يعني حده القتل يعني هذا مسلم لو كافر؟ هذا كافر. لذلك الإمام جدا دقيق لما قال يا شيعة، مو قال يا شيعة يزيد ولا يا شيعة عبيد الله بن زياد، قال يا شيعة شنو؟ آل سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان لعنة الله عليه، لأن هو ذاك الأساس لعنة الله عليه. لذلك الإمام سلام الله عليه آذوه بهالطريقة بالألسن. القرآن الكريم يتحدث عن الألسن، يقول وسلقوكم بألسنة حداد. هذا اللسان يعني مثلا شلون بالله الألسن قتلوا الحسين بالأيدي والألسن، قتلوه أنه قالوا صلوات الله عليه سلام الله عليه، قالوا عنه، قالوا أمام عينه يا خيل الله، يا خيل شنو؟ الله. قتلوا الحسين بالألسن يعني بالجهل مالتهم، بالفسق مالتهم، بعدم معرفتهم بالحسين الحقيقي عليه السلام. لذلك هذا عمر بن سعد صح، يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة، ابشري بالجنة. هسه هاي هم مفارقة صراحة ارجع لها، هاي هم مفارقة بين خيولهم وبين فرس الحسين عليه السلام. بالمناسبة احنا عندنا في الروايات أن فرس الحسين من فصيل الجنة، من خيول الجنة، ذو الجناح. حتى النوق سبحان الله كل شيء تأثر مع الحسين عليه السلام. في الروايات الشريفة الإمام نظر إلى ناقة السيدة زينب وبكى. السيدة زينب قالت له ولدي زين العابدين ليش بكيت؟ قال لها أنا أسمع إلى الناقة تقول للناقة رفقا ببنات رسول الله. هاي النوق، شايف النوق، النوق. هسه ما دام اجت هاي الروايه، اكو هاي الروايه بدي انقل لك اياها نصا، حافظيها انتم وانا هم حافظها، بس اريد انقلها نصا. عجيبه هاي الروايه، انه الم الحسين الروحي سلام الله عليه. طبعا هم بالمناسبه هم اختبروا الحسين عليه السلام شنو؟ من قال لهم الله رسوله كذا ليش تقاتلوني؟ قالوا له يا حسين شنو قال له؟ قال يا حسين ما نفقه ما تقول، انت جاي تقول. فالحسين عليه السلام اثار شنو؟ حميتهم، كانت العرب حميتهم. لذلك هم شنو قالوا؟ عندهم الحميه والعصبيه العربيه مقدمه على الدين والاعراض وكلها. لذلك هم كانوا شو يقولون؟ يقولون احنا اذا ما نقتلك يصيبنا العار. فلذلك قال قائلهم العار اولى من دخول النار. عفوا العار، نعم العار اولى من دخول النار. فرده الحسين عليه السلام قال لا بالعكس، النار اولى من دخول العار. النار قدمها الحسين عليه السلام روحي في داخل النار اولى. كان عندهم اهم شيء ما يصيب العار. لذلك الامام الحسين عليه السلام روحي فداه آذوه، شوف آذوه روحيا، قلنا شتاء وشتموه وشتموا أباه وأمه. بعد أذوه شنو؟ آذوه في عياله. شلون آذوه بعياله؟ واو. طبعا هاي روايات متقدمة لآخر وداع للحسين سلام الله عليه. ايش قال للنساء؟ قالهم اعلموا أن الله حافظكم، وبعد وحاميكم، وإن الله مبتليكم وعليكم الصبر ووعدكم بالأجر. بعد شنو قال لهم الإمام سلام الله عليه؟ ثم قال لهم الإمام، طبعا أمرهم بلبس الأزر، وفي رواية لبس الأزر والمقنعة، برقع. طبعا هو هذا حتى البرقع شنو تالي؟ أقرأ لك رواية، خليني أقرأ لك رواية. وهاي طبعا الحقيقة قالتها زينب عليه السلام، قالت ليزيد، قالت لأمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك
تخديرك حرائرك وسبيك بنات رسول الله فقد أبديت شنو؟ وجوههم. حتى نعرف الإمام رضا عليه السلام لما يقول سلام الله عليه شو يقول؟ إن يوم الحسين شنو؟ أذل شنو؟ عزيز. هو قتلة الحسين شنو هي قتلة الحسين عليه السلام؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام قتل نهى رسول الله عنها أن تقتل بها الكلاب. والله رواية قاسية إخواننا، رواية قاسية. هذا اللي جرى على الحسين عليه السلام. هسه قبل لا أقرأ لك هاي الرواية خليني أرجع لك إلى هاي رواية المقنعة عن مولاي الصادق عليه السلام. طبعا هاي الرواية راد لها قلبي يعني حقيقة في بحار الأنوار. يقول أقول رأيت في بعض الكتب أن فاطمة الصغرى قالت كنت واقفة بباب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي وأصحاب أبي مجزرين كالأضاحي على الرمال والخيول على أجسادهم. طبعا هاي نفهم من عندها. هو شوف هو ليش الحسين سلام الله عليه كان على رمضاء كربلاء وحرقوا خيام. هسه راح يجينا الكلام هنا. لما احترقت الخيام بعد ماكو حاجب بينهم بين النساء وبين شنو؟ المعركة. فكل ما كل عيال الحسين رأوا ما جرى على الحسين، كلهم شافوا اللي صار على الحسين عليه السلام. لأن خيام ماكو، بعد ماكو فد شيء حاجب. فالسيدة فاطمة تقول أنا شفت هذا الأمر. شو تقول؟ والخيول على أجسادهم تجول وأنا أفكر فيما يقع علي. أنا أقول ورا هذا لما ضربوا أبوي قتلوا أبوي جالت الخيل على صدره ورا بعد هذا الشيء شو يصير بعد؟ هاي القساوة مع الرجال بهالطريقة شنو اللي يصير بعد؟ اسمع هاي الرواية تكمل يعني. يقول وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي من بني أمية أيقتلوننا أو يؤسروننا. يقول وأنا جاي أتفكر فإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب الرمح وهن يلذن بعضهن ببعض وقد أخذ ما عليهن من أخمرة وأسورة وهن شوف الرواية عجيبة وهن صلوات الله عليه يصحن وجداه وأبتاه وعليا. طبعا هنا أكفت رواية أنا قريتها أنه كانوا نساء بني هاشم يلبسن الكثير من الملابس. لذلك في الروايات عندنا شنو؟ صاحبات الذيول يسموهن. يعني تمشي وشنو ملابسها؟ تخط من قد الستر سلام الله عليه. وينادين النساء وعلياه وقلة ناصراه وحسناه أما من مجير يجيرنا أما من ذائد يذود عنا. قالت فطار فؤادي وارتعدت فرائصي فجعلت أجيل بطرفي يمينا وشمالا على عمتي. هنا استمع. على عمتي أم كلثوم خشيت منه أن يأتيني فبينما أنا على هذه الحال وإذا به قد قصدوني ففردت من هزمه. يقولوا أنا جاي أتفكر شفت هذا يسوق بيهم بكعب الرمح بينه وبين نفسي قلت خليني ألوذ بعمتي أم كلثوم قبل لا يجيني بين ما هم كذا يقول إجاني بكعب الرمح يريد يضربني. تقول وأنا أظن أني أسلم منه وإذا به قد تبعني فذهلت خشية منه وإذا بكعب الرمح بين كتفي. ضربني في كتفي يعني. فسقطت على وجهي. عندكم طاقة تسمعون التكبير؟ فسقطت على وجهي فخرم أذني وأخذ قرطي ومقنعتي وترك الدماء تسيل على خدي ورأسي تصهره الشمس وولى راجعا إلى الخيمة. شوف المصيبة. وأنا مغشي علي وإذا أنا بعمتي عندي تبكي وهي تقول قومي نومي
ما أعلم ما جرى على البنات وأخيك العليل، روح شوف أخوك العليل. فقمت وقلت يا عمتاه هل من خلق أستر بها عن أعين النظارة؟ فقالت يا بنتاه وعمتك مثلك. أنا مغنى ومغناتي، ما عندي شيء بعد أحط على وجهي. فرأيت رأسها صلوات الله عليها وجهها مكشوفا. الظاهر هاي، شوف هاي أحد علمائنا يدقق في الرواية، يقول السيدة فاطمة ليش تسأل السيدة زينب تقولها عم انطيني مقنعة؟ ليش هي ما تشوف عمتها بلا مقنعة؟ هذا دليل على أن الضرب حتى قد أصاب وجوههن. الضرب بدأ يضربونهن على وجههن، فهي بعد ما عندها طاقة والشمس حارة، ما عندها طاقة تنظر. وهذا اللي صار مع الحسين. شوف الله سبحانه وتعالى لما يقول لآدم عليه السلام يصف له حال الحسين، يقول له يا آدم وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. شايف من الطب الدخان ما تقدر تشوف، عيونك مغوشة. الحسين هيجي صار روحي فداه، ما قام يشوف من قد ما من شدة العطش سلام الله عليه. اسمع إلى آخر الرواية. بعد الرواية يروح محله. هاي السيدة زينب سلام الله عليها روحي فداها آذوا الحسين في عياله، خلوا يروعون عيال الحسين قدام الحسين عليه السلام. اكو فد امر اخر خليني اذكر، هاي الروايه اللي قلت لك عليها. يقول وكان في 4000 رجل على الشريعه. هاي سامعين الروايه بس انا بدي اقراها نصا لان اكثر الما. واقحم الفرس على الفرات، وصل الحسين هو والفرس للفرات، فلما اولع الفرس براسه ليشرب، راد يشرب، قال عليه السلام أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أذوق الماء حتى تشرب. فلما سمع الفرس كلام الحسين شال رأسه. الحسين قال له أنت عطشان وأنا عطشان، إذا ما تشرب أنت أنا ما أشرب. هنا الرواية شو تقول؟ هاي يرويها راوي يقول كأنما فهم الكلام. أحد علمائنا يقول هاي كأنما، شو كأنما؟ مو كأنما فهم الكلام، مو صحيح هذا التعبير، لا بل فهم الكلام. لا هو فهم الكلام مو كأنما، فهم الكلام. ولم يشرب. فقال الحسين اشرب فأنا أشرب، أنت اشرب يلا أنا أشرب. أنا أبين لك أنه كيف آلم الحسين روحيا، آلمه في عياله. شوف فمد الحسين يده، الحسين هذا رفض ما قبل يشرب، قال الحسين اشرب أو اثنين نشرب سويا. فمد رأسه ومد الحسين عليه السلام يده ليشرب الماء. فقال فارس يا أبا عبد الله، شوف هنا جاي يأذون الحسين بعياله، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ أنت جاي تشرب ماء وإحنا هتكنا حرمك؟ أذوا الحسين في هالكلمة. قام الحسين عليه السلام انقض الماء من يده وحمل على القوم فكشفهم فإذا الخيمة سالمة. في بعض الروايات الله عجيبة هي الرواية. هسه احنا وصل البيان انه كيف الحسين أولم روحيا. اجيك للفقرة اللي بعدها وانه كيف الحسين أولم جسديا. ما ادري انا عندي طاقة اقول وانتم عندكم طاقة تستمعون له لا. وراح انقل لك حال اللي جرى على الحسين عن لسان امامنا الصادق. الامام الصادق يسولف للشيعة شنو اللي صار على الحسين، فيسألون الامام. خلينا نقرا الرواية ما دام اجى وقتها. يسألونه يقولون لما كان من أمر الحسين ما كان، اللي صار بالحسين وراه شنو صار؟ شو يقول لهم الإمام؟ يقول لهم ضجت الملائكة وقالوا يا ربنا هذا الحسين صفيك وابن صفيك وابن بنت نبيك، خل ننزل خلاص الآن نخسف الأرض ومن فيها. فقال لهم، هاي الرواية عن مولاي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله تعالى
فأقام الله ظل القائم وقال بهذا أنتقم له. صبروا الآن، أنا بهذا راح أنتقم له. يا لثارات الحسين، صلى الله عليك سيدي يا أبا صالح. تقول الرواية: وقف يستريح الحسين وقد ضعف عن القتال. أنا راح أبين لك أول جرح بالأيدي كيف كان. أول جرح ترى مو السهم المثلث، قبل السهم المثلث أكو جرح قبل كان. بينما هو واقف الحسين، طبعا تدرون الحسين حاليا الحسين على فرسه، الآن جاي يقاتل الحسين على فرسه، وهو على فرسه أتاه حجر صكه في جبهته. أول جرح للحسين عليه السلام. يبدو أن الحجر، هسه هذا تعبير الرواية، أنه الحجر يبدو أنها أحجار توالت، لأن الإمام في رواية أخرى يقول ضربوه بالحجارة، يعني حجارة ورا حجارة. وفي رواية أن الحسين لما سقط أيضا إجا سنان لعنة الله عليه أيضا ابن بجر ضرب الحسين أيضا في حجر آخر، فوقع على جبهته، وقع وهو على فرسه يعني مال سلام الله عليه، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن جبهته، فأتاه سهم مسموم مثلث ضربه وحسين. نعم الرواية تشير له 3 شعب. هذا شنو ميزة؟ شوف أهل الكوفة سووا 3 أنواع من السهام: سهم له شعبة واحدة، وسهم له شعبتين، وسهم له 3 شعب. هذا السهم أو الشعبة الواحدة مو مثل هذا السهم العادي. هذا السهم من خصائصه أنه الفارس إذا يريد يطلع السهم يطلع وياه أحشاء، فيبقى في صدره يكون أفضل، يعني يؤذيه أكثر، ولكن إذا يطلع بعد يطلع وياه أحشاء، لأن بيه مدبب من النهايتين وبيه فد مساحة مسطحة. حتى هذا لعنة الله عليه حرملة لما سألوه قالوا له كيف ضرب؟ قال أعطوني 7 سهام، أصبت ب3، طبعا في رواية أصبت 4 وأخطأت 3. ولعله يكذب لأنه رامي محترف هذا، فكيف أخطأ بال3 الباقية؟ ولا كيف تعددت الروايات؟ تقول الرواية لما اجى، حتى أرجع إلى الرواية، لما اجى لزمن مختار قال له أول شيء تعال يا حرملة، أنا زين العابدين شكو حاج من أهل الكوفة يروح يحج ويروح الإمام زين العابدين، أول ما يسلم عليه يقول له اخبرني عن المختار أأمسك بحرملة؟ ولك ما جاي يسأل عن الشمر ولا يسأل عن فلان إلا يسأل عنك، تعال شو مسوي أنت بقلوب النساء؟ قال له انطوني سهام. قلت لك باختلاف الرواية. السهم الأول شنو؟ هسه راح نجي لها، هاي أوذي الحسين عليه السلام بالأيدي، راح نجي لها الآن هاي السهام اللي ضربها هذا اللعين حرملة. وحدة من عندهن قال له ضربت عبد الله ابن الحسن اللي راح للإمام سلام الله عليه، ورشاف له واحد يريد يضرب الإمام يخلص عليه بالسيف، ومد يده قال له يا ابن الخبيثة تضرب عمي، مد يده اليمنى فضربها فتعلقت بالجلد، قطعها وتعلقت بالجلد، ثم ضربه على يده اليسرى أيضا تعلقت بالجلد، فرمى بنفسه إلى الحسين. الحسين حط على يده سلام الله عليه وبدأ ينظر إليه وهو يقول له عمي يا حسين لقد قطعوا يميني وشمالي، قال أحتسبها لله. بينما هو ينظر إلى الحسين ويكلمه وإذا بحرملة سدد له سهم ذبحه، ضرب في نحره ذبحه على صدر عمه الحسين. هذا الذو الحسين أيضا به بعد، والسهم هذا ذو الشعبة الواحدة، وضرب عبد الله الرضيع أيضا بشعبة واحدة. السهم ذو العفو ضرب عين العباس عليه السلام أيضا بالشعبة الواحدة. قال له وبعد قال له وأعطوني ذو الشعبتين ضربت به نحر الرضيع، حتى نعرف السبب ليش الإمام الحسين عليه السلام من أخذ عبد الله الرضيع ما قدر شنو
يطلع السهم، لأن هذا السهم ذو شعبتين، إذا يطلع السهم يطلع نار، يطلع كل شيء يا عبد الله، نحر عبد الله وهو يقول الرواية كإبريق سلام الله عليه. لذلك في الروايات الإمام الحسين عليه السلام أخذ عبد الله الرضيع والسهم شنو؟ في نحره، السهم في نحر. قال له الثلاث شعب، قال له ضربت به قلب الحسين أسقطته من على صهو الجواد. هذا اللي يطيح الحسين. ضربوه بحجر بقى الحسين عليه السلام، ضربوه بسهام بقى الحسين عليه السلام، اما السهم المثلث لا، اسقطه من على صهو الجواد. تقول الروايه: فاتاه سهم مسموم له 3 شعب فوقع على قلبه فقال: بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي مثله غيره. ثم أخذ السهم هنا الذي يؤلم القلب فأخرجه من وراء ظهره. تقول الرواية من قفاه، لأن الحسين إذا يرجع قلت لك يطلع شنو؟ يطلع أحشاءه. فتقول الرواية استخرجه من ظهره سلام الله عليه، فانبعث الدم كأنه ميزاب، فضعف عن القتال ووقف، فكلما أتاه رجل انصرف عنه، حتى جاء رجل الله أكبر من كندة يقال له، هذا اللي عم يشوف مالك بن النصر، شتم الحسين. هذا الذي يؤلم، هاي الآلام الروحية على الحسين عليه السلام. شتم الحسين وضربه على رأسه الشريف بالسيف. الآن الإمام حسين القنسوة مالته موجود، أنا جاي أوصف لك الأحداث هاي بالمقتل، ما نقدر نوصفها يعني بهالدقة هاي. ضرب على رأس الشريف بالسيف فقطع البرنس ووصل السيف إلى رأسه وامتلأ البرنس دما. قال الراوي: فاستدعى الحسين بخرقة، استدعى أنه من نفسه سلام الله عليه، فشد بها رأسه واستدعى بقلنسوة مالته فلبسها واعتم عليها، فلبثوا هنيئة ثم عادوا إليه وأحاطوا. في رواية الإمام الصادق يقول: بقى طريحا 3 ساعات سلام الله عليه. فاستدعى الحسين سلام الله عليه بخرقة فشد بها رأسه، إلى أن يقول: فخرج عبد الله. تونا ذكرنا الرواية مالته. رواية أخرى: ثم أن الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله حمل على فسطاط الحسين. هاي احنا وين جاي نحكي؟ أذية الحسين شنو؟ روحيا في عياله. حمل على من حملوا؟ حملوا على فسطاط الحسين، فطعنه برمحه، ثم قال: علي بالنار أحرقه على من فيه. هاي بمن يذكرنا؟ يذكرنا بعمر اللعين. شنو قال لعنة الله عليه لما قالوا له: إن في الدار فاطمة؟ قال: وين؟ أحرق الدار بمن فيها. هاي نفس الكلمة. لذلك الإمام سلام الله عليه يقول: قتلني أبو بكر وعمر لعنة الله عليه. لأن هم أسسوا لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. نسمع الرواية: فقال له الحسين: يا ابن ذي الجوشن، أنت الداعي بالنار لتحرق على أهلي، أحرقك الله بالنار. هنا رواية: وقال: وجاء شبث بن ربعي فوبخ الحسين. قال الراوي: وقال الحسين عليه السلام: ائتوني بثوب. أكفت رواية راح أقول لك بيه. قال: ولما ثخن الحسين بالجراح وبقي كالقنفذ. هنا ورا مرحلة سقوط الحسين أمر الشمر لعنة الله عليه بأن يضربون الحسين بمن؟ بالنبال. أمر 4000 واحد يضربون. تخيلوا أنتم الموقف. والله هاي الرواية اليوم أقراها ما أعرف شلون يعني الحال. الحسين تقول الرواية: صار بدنك القنفذ، ثم أمر أهل الرماح قال: اذهبوا إليه واطعنوه. يعني أنتم تخيلوا الحسين صار بدنك القنفذ، ماكو مكان يضرب به الحسين إلا وفيه جرح للحسين عليه السلام. هالنوبة أمر
الرماح، أهل الرماح اللازمين الرماح قال لهم روحوا ضربوا الحسين عليه السلام. تقول الرواية 3300 ونيف طعنت رمح في جسد الحسين عليه السلام. جاي تشوفون الموقف شلون يعني. تقول الرواية بعد ذلك الإمام الحسين عليه السلام ضعف، بعد ما أقدر أكمل لأن المقتل راح يصير. هنا أكو فد موقف أريد أقول لكم، أنا أبياتهم أحبها وما أدري أحس أنه وقتها. فرس الحسين قلنا من فصيل الجنة في الروايات الشريفة، ويفهم إمامنا الصادق إمامنا الباقر عليه السلام كان في كربلاء. من جملة اللي سألوه قالوا له شنو اللي صار. طبعا هو الإمام حسين عليه السلام الإمام باقر هو الذي نقل تفاصيل مقتل الحسين، يعني أكو روايات كثيرة الإمام نقلها كيف قتل جده الحسين. قلت لك لأن بعد صارت النساء والأطفال بالعراق فشافوا اللي صار على الحسين عليه السلام. سئلوا الإمام الباقر عليه السلام عن ما جرى. المهم إلى أن وصل إلى هذا المكان قال الإمام سلام الله عليه لما صرع الحسين يعني سقط على صهوة جواده بدأ يحمي، لأن كل من يريد شنو؟ يريد أن يقتل الحسين عليه السلام. والبعض امتنع لما وصل إلى قتل الحسين عليه السلام، امتنع. واحد يقول منعني بها وجهه وها نوره، منعني من القدوم لقتله، إلى أن وصل ذلك اللعين في رواية خوله، وفي رواية سنان، وفي رواية الشمر، والأقوى الشمر لعنة الله عليه. لما أرادوا أن يذبحون الحسين عليه السلام بدأ يرمح بقدمه. قاموا تجي الخيالة أنه حتى يقدرون هم على خيولهم يقدرون يضربونه حتى يدمونه حتى ينصرع مع الحسين عليه السلام. قتل 40 رجل و10 خيول. فقال له عمر بن سعد دعوه لينظر ماذا يصنع، وش يسوي له؟ شو تقول الرواية؟ جال على جسد الحسين يفتر وبدأ يصخل صهيلا عاليا، يعني جاي ينعى الحسين، ينعى الحسين. لذلك هم سئلوا هذا والله جزاه الله خير السائل، قال له سيدي وماذا كان يقول في صهيله؟ قال يا هذا كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبي. ثم يردف الإمام الكلام يقول ثم عاد إلينا إلى الخيمة، يعني إلى النساء. زينب عليه السلام هنا بهذا الحال الحسين طاح سلام الله عليه، بس بي حيل يقوم. هذا ما معلوم كان عند النساء ظاهرا. تقول الرواية اجى شنو؟ فرس الحسين عليه السلام. أنا جاي أحكي بظاهر الرواية، باطن الرواية زينب تعلم العالمة غير واحدة ما يفهمها زينب سلام الله فهمها غير مفهم، ولكن ظاهر الرواية أقل. اجى فرس الحسين عليه السلام. لما وصل إلى زينب رأت زينب وقد تخضبت ناصية الفرس من نحر الحسين. هنا زينب ما عندها عباس ولا عندها علي الأكبر ولا عندها القاسم، والحسين موجود في رمضاء كربلاء والأجساد حول سلام الله عليه روحي فداه. جسدك كالقنفذ، قل كالقنفذ، شايف؟ فهنا الله يرحمك يا حجي معين السباك يقول زينب وين تروح؟ زينب يا علي زينب من قوضت ولياك